مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتشوف فيه الفيديو. مبسوطة قوي اني هكون معاكم في فري مايند تشانل. بصراحة انا اتأخرت قوي اني اعمل التشانل دي، بس توقيت ربنا احسن. في موضوع شغلني قوي قوي، كنت حابة اسمع ارائكم فيه وهقول لكم رأيي. طبعا ليه دايما لما بنسمع ان في اتنين اتجوزوا ومثلا هيأجلوا الخلفة سنة سنتين 5، ليه دايما بنهاجمهم؟ واكتر ناس بتبقى بتهاجم الناس اللي هم اتجوزوا وخلفوا اول سنة، يعتبر اول سنة بيهاجموا مهاجمة قوية جدا، مع اني اكتر ناس المفروض تبقى حاسة ان لا فعلا احنا ضغطنا، ان اول سنة دي كانت متابعة عند الدكاترة، وانك بتدور على المستشفى اللي هتولدي فيها. فليه دايما مش بنكون راحمين باللي قدامنا؟ انا عارفة ان احنا المجتمع بيضغطنا جدا، واي حد بيبقى شايفك عايز يسألك في حاجة جاية في السكة ولا لا، بس احنا فعلا المفروض نبقى حاسين بيهم اكتر. انا كان نفسي جدا اكون ام جدا جدا، وبحب الاطفال، والحمد لله خلفت اول سنة. بس لا، هي مسؤولية جامدة مهما كان في اطفال في عيلتك ومهما كان عندك اخوات صغيرين. لا بس انتي مش مسؤولة عنهم 100%. no. لا بس فكرة ان يبقى ده ابنك، انتي مسؤولة عنه من كل حاجة. انتي مسؤولة عن غيار، عن اكل، عن تربية، عن انك او يعني مثلا من سنة ل3 سنين انتي مسؤولة انك تخلي بالك منه. هي حياته معرضة الوقت كله انه يقع، يتعور، يتجرح، يتخبط. فلا، هي مسؤولية. انا بقعد دلوقتي مع نفسي افكر اول سنة جواز كانت ايه؟ لا دي كانت متابعة عند الدكتور مثلا، تجهيز حاجة البيبي اكتر. فمثلا هم اللي بيأجلوا الخلفة مش لازم يقولوا لنا ان هم عايزين يتبسطوا ببعض اول سنة، يستمتعوا ان هم بقيوا في بيت واحد. مش لازم يبقوا قاسيين على نفسهم عشان يرضوا المجتمع. نفترض مثلا في 2 عايزين يأجلوا الخلفة، اللي حواليهم قالوا لهم لا دي نعمة من عند ربنا ما ينفعش. تمام، سمعوا الكلام حلو قوي. نفترض 2 سيناريو. اول سيناريو ان هم اجلوا وجابوا بيبي مثلا بعد اول سنة، يعني اجلوا سنة وجابوا البيبي بعد المدة اللي هم حددوها. خلاص هم هيبقوا مضغوطين، بس خلاص هم دماغهم عرفت ان هم خلاص خدوا بريك وهيجيبوا البيبي وهيتبسطوا بيه مهما كانت المعاناة، مهما كان الضغط اللي هم فيه، خلاص. لكن السيناريو التاني ان هم سمعوا كلام الناس اللي حواليهم وضغط المجتمع، واول ما اتجوزوا خلفوا هيبقوا مبسوطين بالبيبي. اوكي، مفيش مشكلة، بس هيبقى الوقت كله هم مضغوطين، كنا استنينا وفيها ايه لو كنا اجلنا اول سنة. جماعة لازم نبقى راحمين ببعض، ولازم نكون واضحين ان لا، الاطفال مسؤولية، وان مش كلنا قادرين نستحمل الزن وقادرين نستحمل العياط الوقت كله، وان عينك تبقى في وسط راسك. انت قادر تستحمل، غيرك مش قادر، غيرك ما عندوش قدرة التحمل اللي انت قادر تتحملها. اخر حاجة اقولها عشان ما اطولش عليكم، ان اشجع اي حد عايز يأجل الخلفة اول سنة او اول سنتين، استمر على قرارك مادام ده قرارك وقرار شريك حياتك. المهم تبقوا انتوا متفقين، ما تخليش المجتمع يضغط عليكم خالص خالص، لان محدش هيجي يشيل شيلتكم خالص. محدش هيسهر بالبيبي، محدش هينزل يكشف للبيبي، محدش هيقعد يراعي البيبي 24 ساعة. انتوا بس اللي هتكونوا مسؤولين عنه مسؤولية تامة. أحب أسمع آرائكم في الكومنتات كلها.